السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة اقتصادية 100% من غير لا حليب ولا بيض. معقول يا دنيا كل الجمال اللي احنا شايفينه قدام عينينا ده؟ الكيكة الهشة الطرية البيضة التحفة دي معمولة من غير لا بيض ولا حليب؟ اه والله يا جماعة هنعملها مع بعض من غير لا بيض ولا حليب، وهتكون تحفة وطعمها جميل، وكل اللي هيدوقها استحالة يصدق ان هي مش محطوط فيها لا بيض ولا حليب خالص. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا، وممكن نستخدم الخلاط وممكن تعمليها بالمضرب اليدوي العادي. معايا كده كوباية من السكر، وطبعا كل ما يكون لونه فاتح كل ما يكون احسن. ومعايا كده كوبايه من عصير البرتقال، ومعايا نص معلقه من الفانيليا. ممكن نحط بدلها بشر برتقال، او نحط بدلها كيس من الفانيليا برتقال، دي هيخلي طعمها تحفه ويجنن، احلى كمان من الفانيليا بكتير. وكمان معايا نص كوبايه من الزيت، نفس الكوبايه اللي عايرت بيها السكر وعصير البرتقال هعاير بيها الزيت نص كوبايه. هنغطي كده على الخلاط ونفضل نضرب فيها لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما وما عادش فيه اي اثر للسكر خالص. ممكن اضربها بالمضرب يا دنيا، ممكن جدا عادي بالمضرب اليدوي او المضرب الكهرباء، المهم ان احنا ندوب السكر كويس جوه عصير البرتقال. كده خلاص تمام، انا دوبت السكر في العصير. هنحط بقى كده في منخل كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا الكوبايه اللي استخدمتها في كل الحاجات السايله هستخدمها في كل الحاجات الجافه. كوبايتين ونص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحط عليهم كيس من البيكنج باودر، الكيس ده 16 جرام. وزي ما قلت لكم الشركه ديت عامله منها فانيليا بالبرتقال، بتكون تحفه جدا في الكيكه دي. هننخل كده الدقيق 3 مرات، ادي مره ونخلته كده مره كمان، وهنرخله مره كمان. ولو نخلتيه 5 كمان يكون احسن، كل ما تنخلي الدقيق كتير كل ما الهواء يدخل فيه ويخلي الكيكه معاكي هشه وجميله. وبعد كده هنزل بالمكونات السائله اللي معايا في شفشق الخلاط على الدقيق والبيكنج باودر، ونقلبهم كويس لحد الدقيق ما يختفي جدا في المواد السائله. بيكون قوامها تقيل سيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المكون السحري اللي هيخلي الكيكه بتاعتنا تحفه وهشه وطريه وفي منتهى الجمال، نص كوبايه ميه مغليه. الميه دي لسه مغليه ونازله من على النار، تمام. تغلي الميه في الكتل كده او على النار، وتحطي نص كوبايه. شايفه الدخان طالع ازاي؟ اهم حاجه ان الميه تكون مغليه جدا وسخنه جدا. وبقلبها كويس كده، والقوام بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت صينيه هنا مقاس 26، ما عنديش غير صينيه مقاس 26، انت ممكن تستخدمي مقاس 24 او 22 هتنفع، بس انا اصغر مقاس في الصواني عندي 26. بطنتها كده بالزيت والدقيق، ونزلت فيها الخليط بتاع الكيك، واديتها خبطتين كده على الرخامه علشان لو فيها اي شويه هوا يخرجوا. الكيكه زي ما احنا متعودين مع بعض في التسويه، بولع الفرن قبلها ب5 دقايق 7 دقايق بالكتير، ما نكترش عن كده، على درجه حراره 180. بنحط الكيكه في الرف اللي في النص، وبسيبها، ما بشغلهاش بقى لا مروحه ولا شوايه ولا اي حاجه. اول ما بلاقي الكيكه ارتفعت والاحراف بتاعتها كده بقى لونها غامق واحمرت، في افران بتحمر الوش كمان كده تمام، في افران ما بتحمرش الوش. اول ما بلاقيها خلاص استوت وعدى حوالي 50 دقيقة او 45 دقيقة، بطفي من تحت وبشغل لها الشواية بس للوش يحمر. الوقت بتاخد من 45 دقيقة ل 50 دقيقة تقريبا. الكيكة اول ما بتخرج من الفرن شايفين طرية عاملة ازاي؟ بغطيها كده بفوطة مطبخ نظيفة وبسيبها لما تبرد خالص، وبعد كده بنبدأ نقطعها. بس هنا يا جماعة انا كنت مستعجلة فقطعتها بدري شوية وهي كانت سخنة سيكة. بس بصوا الكيكة عاملة ازاي، تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. لونها جميل ابيض بالشكل اللي انتوا شايفينه، فاتحة جدا وكمان هشة وطرية جدا. وزي ما قلت لكم بتاخد اي طعم انتوا عايزينه، يعني عايزين تحطوا لها بشر برتقال بتاخده، ممكن تحطي بشر ليمون هتاخد طعم الليمون، ممكن تحط لها كيس فانيليا بالبرتقال زي ما انا قلت لكم، وممكن كمان تحط لها سنه كده من اسانس البرتقال او روح البرتقال، هتخلي الكيكه بتاعتنا احلى واحلى واحلى كمان. اللي عجبته الكيكه يا ريت يعمل لي لايك. كيكه اقتصاديه وسهله وهشه وخفيفه وطريه من غير لا بيض ولا حليب، وفرنا في 8 صينيه الكيك كتير. يا ريت اللي عجبته الكيكه يعمل لي لايك، مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.